يا صباح الخير. عدى عليا ريل صغير كده للأستاذة أصالة نصري، وتقريبا كان في مؤتمر صحفي، وكانت بتتكلم سألوها عن ماء دياب اي ثينك، حاجات كده. المهم يعني ان هي في هذا الريل بتقول طبعا اللي ما يحبني يكون متخلف عقليا. الحمد لله انا بحب أصالة عشان ما بقاش متخلف عقليا. والحقيقة إن الأستاذة أصالة عندها مشكلة كبيرة جدا، إن هي من الناس المتطرفة المشاعر. أصالة لما بيكون معاها حد سواء صديق أو زوج أو بيشتغل معاها وتقدر بتحبه حب وتمجد فيه وتشكر فيه شكر غير عادي. تروح اي بلد، في ناس بتعتب عليها انها بتروح اي بلد تقول انا مش عارف إيه، السعوديه انا سعوديه، الامارات أنا إماراتية. بس انا بعتبر دي من مجامله للجمهور يعني، ما لا تؤخذ عليها. انما قصه انها تشكر في الناس اللي حواليها قوي قوي، وفي نفس الوقت لما يتخاصموا تفجر في الخصوم بهذه الدرجه، لانها من الناس المتطرفه المشاعر. ده بخلاف الغرور. الحقيقه في بعض الاشخاص، بصرف النظر بقى عن اصاله، ولكن في كتير من الناس بيتصرفوا بهذا الشكل. الغرور، وان هو فاكر ان هو يعني حقق من لم يحققه احد، وكمان حققه بنفسه بذاته، ان هو مغتر بنفسه وان هو عمل كل شيء بنفسه. الحقيقه ان ده غباء، لاننا كلنا يعني كلنا ما نحققه من نجاح هو بفضل ربنا سبحانه وتعالى، والادله كتير على ده. فاحنا بنفعل احيانا، بنسعى سعي غير عادي في بعض المواضيع ونخسر او ما نوفقش فيها، ونسعى بكل جهد، وساعات نسعى سعي بسيط او فكره او مكالمه تليفون وتلاقي ربنا فتحها عليك في هذا الموضوع بطريقه غير عاديه. فالناس المفروض ما تتغرش يا جماعه. الغرور والكبرياء صفتين من الصفات الدميمه اللي تخلي اي انسان مهما كنت انت بتعمل ايه تتكره، تبقى مكروه، الناس تكرهك. سبحان الله، ربنا بيحط في المغرورين والمتكبرين هاله كده تخلي الناس مش طايقه مهما كنت انت مفيد او بيستفادوا من وراك، مش طايقه. وخصوصا الناس اللي معتمده في نجاحها على الموهبه الربانيه، السكيلز اللي ربنا حطها فيك. يعني انت اصلا مش بايدك انك تطلع صوتك حلو، او مش بايدك ان انت تبقى لعيب كوره. يعني المهاره دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك بيها، انت مالكش فيها يد. ممكن تكون بتشتغل على نفسك، بتجتهد، بتحسن من طبقه صوتك، ولكن الاصل ان صوتك الحلو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه فيك. فاساسا انت اساسا يعني كلك على بعضك كلنا على بعضنا بفضل ربنا. ولكن انت يعني مش واحد يتعلم مثلا ويتدرب على بنفسه على حاجه فيقول لك يعني ممكن يختار او ممكن يفهم غلط. لا، ده انت حد النجاح اللي انت فيه ده بسبب ان ربنا حط فيك موهبه ما حطهاش في حبه بشر، في بعض البشر الاخرين. وبالتالي انت المفروض يعني تسجد كل يوم الصبح شكر لربنا، وتعلم ان الغرور ليس له مكان في حياتك. يا جماعه، ربنا بيحذر الناس، يقول ان الله لا يحب كل مختال فخور. اياكم والغرور والكبر والفخر. اوعى اوعى تفهم ان انت اللي بتعمل ولا انت اللي بتعمل. تلاقي ناس من الناس المشاهير بصرف النظر عن اسامي، يعني بدون ذكر اسماء، يقول لك انا قعدت 38 سنه 38 سنه اشتغل، 38 سنه في حياتي اشتغل مش عارف اعمل حاجه، افشل 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 افشل، اشتغل شغل غير عادي، لحد ما جه في مره حصل كذا 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 كذا، ربنا سبحانه وتعالى فتحها منه. فاللي فاكر نفسه شاطر، او اللي فاكر نفسه هو في مكان علشان هو ذكي، ولا هو في المكان ده علشان هو مجتهد او بيعرف غير التانيين بيعرفوه، الحقيقه ده انا اسف انسان غبي. لان ربنا سبحانه وتعالى قسم الارزاق وجعلنا طبقات علشان نعمر الارض وعلشان نستفيد كلنا من بعض. فهو كلها تقسيمة ربنا سبحانه وتعالى واختيار ربنا سبحانه وتعالى لينا، لا اكثر ولا اقل. مفيش فرق بين الدكتور وبين العامل، غير ان ربنا اراد ان ده يبقى دكتور وربنا اراد ان ده يبقى عامل.
كل واحد يعمل شغله في مكانه ويرضى باللي ربنا قسمه له، لان احنا كلنا في مرحله اختبار، رايحين للنتيجه اللي كلنا عايزين نوصل لها، والنتيجه اللي كلنا ان شاء الله باذن الله نعيش فيها، مكان لا خيلاء فيه ولا فخر ولا تفاخر ولا اختلافات. فالحقيقه الناس اللي فاهمه ان هي اللي بتعمل وان هي اللي شاطره وان هي اللي عليها العين والنني، يعني خلي بالكم من نفسكم وحبوا اصاله عشان ما تبقوش متخلفين عقليا. وصباح الفل.